ورجعنا لكم في الجزء الثاني اعزائي المشاهدين في اخر حلقه من حلقات سيزون 5 من استوديو اكس بودكاست. ومعايا ومشرفني ومنورني كابتن احمد وكابتن هايدي. كمل بقى معاك معلش، احنا كنا وقفنا مره فاتت عند موضوع فوتجينكس بالظبط. بعدين بقى لما سبت قررت تسيب فوتجينكس كده فرصه تدريب بقى اكيد يعني مش هنروح بقى يعني. هو بس انا في نقطه حابب اوضحها. وضح يا بيه، انت المايك معاك يا بيه. اتفضل، والكاميرا معاك اهي وهنا انت الدنيا كلها معاك، اتفضل وضح. ان فيرست شغل دي جات لي وانا اوريدي في المكان، يعني انا برضو لازم يعني ادي كل حد حقه. والله انت راجل محترم بالظبط. ان والله انا اتعرفت من خلال المكان، ففرصه شغل جات لي برضو من خلال المكان. ابتديت اتعرف في الكره النسائيه برضو من خلال المكان، فقعدت فتره الاول شغال ما بين هنا وما بين هنا. بس طبعا بعد فتره طويله الموضوع الناس عايزه تاخد الموضوع بقى بروفيشنال شويه، فلازم بقى يعني تركز. الموضوع ضغط قوي، وهنا طبعا ما كنتش هقدر ان انا ادي 100% لفوتجينكس. فبالنسبه لي كانت تجربه في فيوتشر خطوه كويسه في الكارير بتاعي ان انا ادخل المجال. طبعا نادي من الانديه المحترمه جدا نادي فيوتشر. نادي عنده امكانيات كويس، ماشي الحال، حتى لو هو يعني مقللها شويه ومنشفها شويه في الكره النسائيه، بس يعني لا تمام، الدنيا هتلاقيه برضو ماشي يعني. الدنيا تمام. طيب احكي لي بقى الفرق في التعامل. انت هنا في فوتجينكس ماشي، بتجيب ناس يعني بتدرب ناس في برايفت ترينرز صح كده؟ بالظبط. سيشنز معينه بالظبط، اشكال معينه. انت هناك بقى سيشن كامله، يوم كامل بتقضيه، وهنا ولاد وممكن يجي لك بنات. بالزبط. هناك طبعا فريق كره نسائيه كله اوله واخره. فحضرتك بقى قول لي الفرق بين الولاد في التدريب والبنات. سؤال لولبي. عايز اعرف. هو الفرق طبعا في اشتغلت مع الاثنين. وخلي بالك عشان انت معاك لعيبه كوره. ها انا بس مش عايزك تاخد المطب على وشك. ركز كده في السؤال والاجابه. سنتر كده الاجابه، الله يبارك لك، عشان احنا عايزين انا وانت نخرج سلام. يلا. هو الموضوع مختلف شويه بالنسبه يعني الريتم بتاع التمرين نفسه. طبعا الولاد الريتم بيبقى اسرع، اقوى. الولاد طبعا الالتحامات بيبقى الموضوع بشكل مختلف تماما عن البنات. طبعا الجوده بتاعت اللعيبه الولاد طبعا بتبقى الجوده بتاعتهم اعلى بكتير من البنات، بس الى حد ما الفريق بتاعنا يعني الحمد لله في عناصر كويسه كتير. خلي بالك البنات برضو الفكره برضو يعني يمكن واحده زي هايدي ماشي ربنا كرمها باب راجل متفتح الله يرحمه ومامتها ربنا يديها الصحه، انك تلاقي ده انت بتدور على ابره في كوم قش. فانك تعرف تلاقي 30 لعيب الكواليتي بتاعتهم عاليه ده شيء مش سهل اصلا. كتر خير الدنيا ان لو عندك نصهم كواليتي عاليه ونص كواليتي منتصف، او حتى لو كل والله كواليتي منتصف او كل كواليتي عالي، فده شيء كويس. هو فكره ان هو اصلا عندهم باشن يلعب كوره وتباصي وتلعب وما عندهاش مشكله والتمرين وتسافر، ده مش شيء سهل بصراحه على البنت الامانه يعني. طبعا. بس احنا عندنا مجموعه كبيره زي برضو هايدي كده اللي هم بادئين كوره من هم صغيرين جدا، فالموضوع بالنسبه لهم سهل يعني. هم واصلين لمرحله كويسه جدا في التاسيس بتاعهم كان كويس، فهم كواليتي كويس يعني. انت بتتعبش معاهم بقى فكره التاسيس، انت دلوقتي شغالين تكتيك اكتر. بالظبط. طب ما ده كويس. دي حاجه كويسه جدا. معظم الدوري درجه اولى بالذات كده، معظم الفرق ومعظم اللعيبه اللي فيه. طب والله ده شيء يفرح. في اهتمام كبير قوي. انا بصراحه يعني هقول لكم على حاجه تجربه انا شفتها شخصيا بصراحه يعني، ولازم نشكر فيها كابتن عادل بصراحه من يعني اللي انا يعني لا للامانه فرقه الزمالك كانت كفرقه هي لعيبه كويسه لكن مش نمره واحد خلاص يعني، عشان بس يعني ما حدش عايز حد منهم يزعل مني يعني. لكن للامانه كابتن عادل عمل لهم تطوير رهيب يعني. انا شفت لهم اول وثاني ماتش، شفت لهم بعد 4 5 6 ماتشات كده ماتشهم مع نادي معالي اليخت، لا فرق شاسع بيرضي الله، فرق شاسع. كرة على الارض وبيلد اب من تحت وما فيش تطفيش، ولا وفي تضارب بالكوره، شغل استحواذ، لا في يعني مدير فني قال حاجه وبتطبق، واللعيبه بصراحه هي مستوعبه وبتفهم. هو لو كان عندهم مشكله ما كانش هتلاقي التطور ده حصل الامانه يعني بس هو ساعد كتير. فبصراحه يعني انا مبسوط بالتجربه. فانت حاسس بالفرق يعني، انت ابتديتوا تحسوا بالفرق ده؟ هو فرقه الزمالك هو زي ما انت قلت هم في بدايه الموسم طبعا قبل فريق الاهلي كان الموضوع صعب شويه. لسه لحد ما فيش فرقه مش متجمعين بقالهم فتره، مفيش تناغم لسه. فبس هو لا يعني بعد فتره في الدوري هو بان قوي الشغل بتاعه ان هو في تطوير كبير قوي في ادائهم. والماتشات بتجيب كده برضو في الاول وفي الاخر. انا هاجي احضر لكم مره على فكره، ده لازم ده لازم. انا شفت مره بيراميدز بس مش عايز اقول لك لما شفت بيراميدز كان ماتشكم مع الجونه اللي خلص 2-1 للاسف على الجونه انا عارف. شكرا. دي المره انا شفت بس كان نصيبي كده اعمل ايه طيب يعني مش مزاجي يعني. تعالى ماتشينا بقى، هاجي لكم ماتش ده لازم ان شاء الله، ده لازم. هتقولوا لي يوم ايه بالظبط عشان اجي؟ ده لازم افضل لكم نفسي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا عندي بقى سؤال،
انت بقى النهارده وانت بتتمرني طبعا انت الحمد لله بتقولي بتلعبي من 8 سنين صح؟ بلعب وانا عندي 6 أيوة. سنين، بقالي 18 سنه. ايوه انا قصدي انت عندك 8 سنين بتلعبي صح كده؟ 6 سنين. طيب فرق مع 6 سنين حاضر انا عارف عشان الحاجات دي بتفرق معانا. يا جماعه معلش كبنات معلش انا عارف التفاصيل ده شيء مهم جدا. انا عارف اني هتعب في الحلقه دي ماشي مفيش مشكله. حضرتك بتلعب عندك 6 سنين وعندك 5 سنين كمان سنه من عندي يا ستي. ماشي خلاص. قولي لي ده الخبرات بقى التراكميه ليكي كواحده بقى بتلعب في مرحله الناشئين والمرتبط والكلام ده كله لغايه بتلعب فلسطين فادك في ايه؟ الخبره يعني اللي خدتها على مدار طبعا. السنين. ان انا في برضو موضوع ان انا اتنقل من فريق للتاني، دي برضو انا كانت صعبه قوي في دجله، لان انا قعدت 10 سنين مقفول عليا دجله براعي نشآت فريق اول بقى ما طلعت من البوكس ده بدات بقى اخد تجربه الفرق الجديده واتاقلم معاهم ازاي. دي حاجه كنا بنمرن عليها برضو في فوجينكس اسمها كوجنيتيف فلكسبيليتي. كده انت كنت بتلعب فوجينكس؟ كنت مرنت سنه ونص في فوجينكس. تعالي واحنا كنا مخطوبين تعالى ماشي. انا شكلي قلت حاجه غلط. قول يا باشا بس خلص يا استاذ نخش على اللي بعده بقى. ان انا اتاقلم في الحاجه اللي بروحها او الفرقه الجديده اللي بروحها. ولغايه دلوقتي في الكوره انا لسه ما اكتسبتش خبره بقى ان هو لعيبه صايعه كوره ولعيبه عندها خبره يعني انا رغم كل ده انا حاسه ان انا لسه في خبرات لسه محتاجه اخدها من ناس اكبر مني، زي اكون صايعه بقى في الملعب واعمل حركات كده اضيع بقى وقت. في ناس طبعا كتير بيطلبوا الفاول الكوره مش عارفه الحاجات دي كلها طبعا كلنا عارفينها، فلسه انا ما عنديش خبرات كفايه بصراحه في الموضوع ده. لا هتاخديها ما تقلقيش شكرا. يجي لكم واحد بس من شمال افريقيا لعيبه من شمال افريقيا بس هتعرفكم ازاي 10 دقايق كوره. لا خالص مش ماتش مفيش 10 دقايق كوره. خلصنا الكوره ولا لسه حد عايز يقول حاجه تانية؟ تمام. حد عنده اي معلومه؟ حد عنده اي افاده؟ كل حاجه بس انا خايفه اتعرفت عليها ازاي؟ قلت مش عايزه اقول خلصنا. انا عايز اعرف منك انت الاول اتعرفت عليها ازاي؟ باستضافه باستفاضه مايك معاك معلومات كتير هحاول مش تهوى لاقوه هحاول. ايوه هي زي ما قلت لك كانت في فريق اس اي كي. احنا فوجينكس كنا سبونسر ليهم فتره حوالي سنه ونص سنتين. هي ابتدت تيجي معاهم التمارين. انا ابتديت اتعرف عليها من خلال المكان. يعني في الاول خالص انا كنت المدرب بتاعها، هي كانت بتيجي وانا اللي بمرنها وبشوف هي بتشتغل على ايه وبتابع التطور بتاعها. بس فالامور جت من هنا من خلال فوجينكس. حلو. وبعدين بس ابتدينا لا وبس ايه يعني ايه بس ايه هو اللي بس النهارده هو اللي بس اتخطبتوا قد ايه؟ احنا عرفنا بعض تقريبا قعدنا شهرين 3 شهرين 3 تقريبا. انتوا قاعدين بتراجعوا قدامي؟ لا استنى فاهم 4 شهور كده عرفنا بعض وبعدين خطبنا في 8. لا مش 4 شهور. حوالي 6 شهور. طب يعني 6 شهور بقى انت عايز تقنعني 6 شهور هم بس الكلمتين دول؟ لا يعني بتلخصي 6 شهور في دقيقه؟ ده انت اللي بتجيبه لنفسك والله. انت عارف لو كنت قلت لي شهر كنت ممكن اسكت. ما انا اتعرفت عليها من خلال المكان لما كانت بتيجي تتمرن كلاعب. حلو. بعد كده هي كنت بتعملوا ايه؟ يعني انت كنت بتديها اهتمام زياده؟ ثانيه واحده لو سمحت لو سمحت كنت بتديها اهتمام زياده؟ لا انا اي حد بيجي بياخد نفس الاهتمام 100%. مش قادر اصدقك. احترافيه في الشغل. ماشي طب ماشي بس انا معاك كنت بمرنها بس. وبعدين بعد كده السبارك جت امتى؟ كنا بنلعب تيك بول مع بعض. ما اعرفش هي لعبه تيك بول دي ترابيزه كيرف كده. فكنا بنلعب مع بعض اللعبه دي. هي كانت بتيجي ساعات عشان بتيجي من الشرقيه، فكانت بتيجي التجمع بتاعها قبل ميعاد التجمع بتاع الفريق. فهي بتيجي قاعده مستنيه الفريق. هي اللي بتيجي لوحدها. فنلعب بقى تيك بول شويه لغايه اما الفريق بتاعها يجي. وانا استهبل وهي تستهبل وماضينا استهبال. ماشي يعني شويه حلو. بس قعدنا فتره كنا بتيجي بقى هي قبل التمرين بنقعد نلعب تيك بول شويه قبل ما تبتدي التمرين بتاعها مع الفريق. بس والامور جت من هنا. اصلا هو كان بياخدني على قد عقلي. هو احسن لعيب تيك بول في مصر وسافر كاس عالم المانيا وبتاع، فاللي هو يجي يرمي لي الكوره بقى. الله انت عارف احسن لعيبه في العالم بقى صح؟ بياخد انا تنكيك كنت سافرت. ايوه ده في لعيبه مش عارف برازيليه مش عارف ايه اسمها مش عارف اسمها ناتاليا صح كده؟ دي صح دي اللي كانوا جابوها في العالم عالمين تقريبا من فتره. ما احنا كنا في الصيف اللي فات ده كنا هناك لعبنا. يا عم ناتاليا ايه يا عم؟ طب ما انت عندك مواهب كتير امال انت ليه مأذنق لي نفسك في الموضوع؟ ماشي ماشي احنا نخلص بس الايه بس الحاره بتاعت الجواز دي ونرجع. كمل انا معاك والله العظيم 3. بس فاتعرفت عليها بقى من خلال المكان يعني. وقعدت فتره هي بتيجي تتمرن كلاعيبه. بعد كده يا جماعه انا اول مره اخش في القصه بتاعت الحاجات دي. انا طول عمري بتكلم كوره ورياضه وبس. فاعذروني جات لي اللحظه اللي مارس فيها دور اسامه منير. ايوه بعدين فجات لها بقى فرصه ان
تانية كلاعبه لعيبه. بعد كده جت اشتغلت معانا في المكان كمدربه. انت طبعا اللي جبت لها الوظيفه. لا هي جت عملت الانترفيو مجهودي بتاعتها خالص بمجهودها. مين اللي حط الورق؟ لا هو ما دخلش ما كنتش انا أنت والله متخيل؟ خالص في الموضوع ده. انا كنت اخر واحد بدعم الموضوع ده عشان ما يتقالش بقى ان بالظبط. هي عشان كذا فبتيجي. ماشي بس. الفير بلاي برضه حلو بالظبط. حلو الفير بلاي حلو ماشي. فقعدت حوالي سنه ونص شغاله معانا في مالكش دعوة المكان. بالشغل كمل بعد ما ايوه جيت. انا عايز اوصل أيوة، انا عايز انا عايزة اتعرفت عليها كان في مرحلة. شهر امسكه 2. عشان هيخلع ما تقلقيش عليا عليك. ما تقلقيش عليا انا. اتعرفت عليها في شهر 2. قعدنا فترة بنتكلم بنتعرف. بعد كده كلمت أهلها واتخطبنا بعديها في شهر 8. بعديها 6 شهور بالظبط كنا مخطوبين. لما خدنا اجازه الشغل بالظبط. في الاجازه في الراحه السلبيه ها. الفكره احنا كنا هو كان والله كان عايز يتقدم من قبل كده بس كان الشغل مدينا اجازه. سلام يا سلام يا سلام على التفاني. اصيل والله. يا سلام على التفاني هموت والله العظيم هموت من التقوى والايمان يا خال والله والتفاني ده. اشعر دلوقتي. والله لا كمل ها. معاك يلا. وبعدين بس فقعدت فترة بقى سنة ونص من بعد ما اتخطبنا. قعدت الأول اشتغلت قبل ما نتخطب حوالي شهرين. بعد كده جت اشتغلت معانا في المكان. فحوالي سنة ونص بقى شغالين في المكان واحنا مخطوبين. هي بتلعب كورة وانا بدرب. اتخطبنا في 8 اتجوزنا في 5. حلو ده. ما قعدناش سنه 2024 لسه. ايه ده ما شاء الله ده لسه انتوا ايه لسه ده جديد. انتوا لسه معلقين نمر جديد. بقالنا حوالي 7 شهور. ايه ده حلو. كل ده بقى هو هيت كوتش عليا. طب انا اسال سؤال. مديرها في انت الشغل. انت كنت بتشتغلي برضه ترينر صح؟ انا كنت كوتش اصلا قبل ما اروح فوجينكس. طيب السؤال بقى انت كنت عايز تكمل في التمرين ولا تكمل في كوره؟ هو ده كان في الاول وفي الاخر قرار. ما احنا يا سيدي والله العظيم 3 عارفين له قرارها اقسم بالله العظيم في انا القرار. بالنسبه لي انت عايز انت كان نفسي- نفسك فيه ما انت اكيد في الاخر خلاص بتاعت عايز نفسي تكمل كلاعيبه طبعا. حلو ليه؟ يعني انت كنت ليه شايف انها تكمل في كارير الكوره احسن من انها تكمل كمدربه؟ اولا هي لسه سنها صغير فلسه عندها فرصه ان هي تعمل حاجات كتير قوي في الكوره. وكارير التدريب ده كده كده هيجي في الاخر بعد ما تعتزل. ان هي كانت لاعيبه كوره فهيبقى سهل جدا ان هي تدخل في كارير التدريب. طبعا. بس فهي امكانياتها كويسه جدا كلاعيبه يعني تقدر توصل لحتت بعيده قوي في الكوره. بتلعب مركز ايه؟ بيقول كلام حلو سيبه يكمل. طب انا سايبه وانا عملت ايه طيب؟ انا عملت ايه؟ ده انا خليته يقول اللي انت مش عارفه ماشي تقوليه. خلاص. بتلعب مركز ايه؟ نص ملعب. نص ملعب. حلو. حافظه بقى واجبات المركز؟ بس انا كده انا شخص بحب اكون هجوميه اكتر. انا 8. كورتي كويسه او 10 يعني 10 او 8. شيكابالا او بحس انا بحب انقل الملعب اعمل كروسات كده وثرو باس واطلع الوينج. هما اللعب يزنوا بقى تروحي نازله تاني تحت نص الملعب عشان تاخدي تسحبي الضغط وتطلعي بيه لقدام. انا بحب الحاجات دي بصراحه. السلام. قاعد قدام مورينيو وبيب جوارديولا والله قاعد قدام 2 مدربين عمالقه. حلو ده. بس علمك طب التدريب فادك في اللعب؟ خلاني اشوف صح؟ الملعب من طريقه تانية. فادني جدا واعرف غلطاتي اقولها لنفسي قبل ما حد يقولها لي. اقول انت ناقصك ان انت تلعبي كوره على الارض. واداني ان انا اتكلم برضو مع البنات يا جماعه عايزين نلعب كوره على الارض يا جماعه. يعني لو في بوينت الكابتن مثلا ما قالها لناش او حاجه انا بحاول اقولها له يعني لان انا شفت الموضوع ده فرق قد ايه. فلا هي بجد ان انا ككوتش في حاجات انا كلاعيبه ما كنتش شايفاها خالص. كنت شايفه وجهه نظر مدرب ما كنتش شايفه يعني ايه الف وسطي مثلا ورجلي وعيني وكل الكلام ده وانا باخد الكوره ما ينفعش اخدها كده. يعني ايه ازاي انقل الملعب امتى اعمل ايه امتى واضغط امتى فهمت كمان المدرب بيفكر ازاي يعني. طيب حلو قوي. انت طبعا الطبيعي ان الواحد بيبقى لعيب وبعد كده يبقى مدرب فبيبدا يشوف الموضوع ومنظوره المواضيع بتختلف. انت بقى العكس انت اشتغلتي مدربه وكمان كملتي كلاعبه. المنظور بالنسبه لك اختلف في ايه؟ كلاعبه ولا كلاعبه؟ انا دلوقتي انت مكمله في كارير اللعب فده فادك يعني انت شايفه الموضوع راح فين؟ يعني انت النهارده انت مقتنعه ان عندك قرارات كنت شايفه انك كنت بتاخديها لما بقيتي مدربه فتره اكيد شفتي في قرارات بقيتي تبصي منها بمنظور مدربه ورجعتي تلعبي تاني. فانت شايفه ان في حاجات جواكي كانت عندك مفاهيم خاطئه وابتدت تصحح لما بقيتي مدربه فلما رجعتي تلعبي ابتديتي تصححي مفاهيمك ولا انت من الاول شايفه ان كانت مفاهيمك مظبوطه عن المواضيع؟ لا هي كان مفاهيمي فاهمه بس هي ممكن اتطورت. يعني مفيش حاجات قوي اختلفت ممكن حاجات بسيطه بس اتطورت. لان انا كنت فاهمه حاجه بنسبه مثلا 20% بقت دلوقتي في 70% مثلا عشان طبعا ما عنديش خبره كفايه كمدربه جامده جدا. خليني اشرح لك انا عايز قصدي ايه. انا حاسه ان انا مش فاهماك ليه. تجربه ميدو مع الكابتن حسن شحاته اكيد دي تجربه مشهوره جدا في كاس عالم في كاس افريقيا 2006 صح؟ ليه؟ ليه؟ عندها 6 سنين لسه كان عندها 6 سنين.
اهو كل شويه بيجي يعايرني معلش مش مشكله، بس اكيد شافتها يعني في ترنتا بقى في الفيلم لما خدوها بمعالجه كوميديه او اكيد اللقطات، وكابتن ميدو اتكلم عليها كتير. لما كابتن ميدو النهارده بيسالوه في اي بودكاست او حتى في البرامج لما بيجيبوه يقول لك انا بقيت مدرب يعني اكتشفت اللي عمله ده غلط، رغم ان وقتها كان بيدافع عن وجهه نظره وانا كنت احسب، وكان ساعتها فعلا هو نجم منتخب مصر من اهم اللعيبه اللي في افريقيا جوه اوروبا، فهو كان شايف ان انا لا ما ينفعش اطلع بالطريقه دي والكلام ده كله وانا بسحب الضغط، وكان يعني هو كان ليه وجهه نظر في النهايه كلاعب. والنهارده انا بيقول لك انا لما بقيت مدير فني انا بقيت مقتنع ان كابتن حسن شحاته هو رايه صح، انا دوري كلاعب ينتهي ان المدرب بيقول لي اخرج بخرج، فبيقول لك انا لو الزمن عاد بيا وكان كابتن حسن شحاته بيقول لي اخرج انا كنت هخرج خلاص. فده قصدي، فاهم قصدي؟ الفكره تبدا تتغير لان النهارده انا كنت ببص من وانا لاعب وبعدين بتبتدي تبص وانا مدرب، فانت جات لك الفرصه انك تبصي وانت لاعب وبعدين بقيتي مدرب ورجعتي بقيتي لاعب تاني. انا فالافكار بدات تتغير ولا لسه زي ما انت شايفه؟ لا انت هي بتتغير، بس انا مش عارفه اشوفها بمنظوم كمدير فني للفرقه كلها، بحاول اشوفها على نفسي ما انا فاهم، بس يعني ده اللي بحاول اشوف. انا لو انا كوتش بره وبقول لنفسي جوه اعمل ايه اعمله من غير ما حد يقوله لي، ما ده حلو اللي بحاول فيه. دي اكتر حاجه مثلا. طب ده شيء كويس اهو، يعني هو طلع في فايده والله، في فايده اهو يا عم احمد. امال ليه يعني حسيت الموضوع بسيط؟ طب وانت يا عم احمد انت الطبيعي بقى انت كنت لعيب بقيت مدرب تمام صح؟ انت شايف ان في لو الزمن عاد بيك ان في قرارات ممكن تاخدها هتاخدها النهارده، يعني النهارده لما تاخد القرار ده هيختلف قراراتك وانت لاعب ولا هي خلاص قراراتك انت شايف انك لا انا في حاجات كتير قوي كنت بعملها كلاعب غلط يعني كنت زي ايه؟ احنا عايزين نعرف الشباب والله العظيم بجد يعني عشان الناس تستفيد، يعني عايزين نعرف اصل انت دي تجربه عايزين الناس لما تسمع تستفيد. انت شايف ان كان ايه مثلا بيتعمل غلط والنهارده انت شايف ان كان لازم يتعمل 1 2 3؟ يعني كان في قرارات بياخدها مثلا المدير الفني لما كنت لاعب وانا صغير، كنت بشوفها من منظور انا بس، او هي هتعود على احمد بالفايده بايه، بس ما كنتش يعني كنت اهملت جزئيه ان هو بياخد قرار ل 30 لعيب او هو مسؤول عن منظومه كامله فريق كامل، فانا كنت القرارات بتاعته كنت بشوفها هي هتعود عليا انا بالنفع ولا لا، فدي برضو من الحاجات اللي اتغيرت بالظبط. لكن لما كبرت بقى خلاص فهمت انك اكتشفت ان هو مسؤول عن مجموعه، وفي الاول وفي الاخر مفيش مدرب عايز يخسر، هو مصلحته ان اللعيبه تنجح وان هو يكسب ويحقق نتائج، لان في الاخر النجاح بيعود على الكل مش على شخص معين بعينه. يعني خلينا نقول اهو ان من ضمن الحاجات المهمه انك لازم تفهم وانت بتلعب كوره ان انت لعيب، دورك لعيب وبس بالظبط. انت مهما كان القرار حتى لو مش على هواك هو ممكن يكون طبقا لمعطياتك اللي مش على هواك، لكن المدير الفني اكيد هو ليه معطيات تانية وليه ابعاد تانية انت مش شايفها، لان هو شايف من المظله اعلى منك، فيقدر ياخد قرار احسن للفرقه، لان اكيد هو مش عايز يخسر. هو لو شايف ان انت اصلح انك تنزل تلعب في الوقت ده او تتبدل في الوقت ده هو اكيد يعني مش هيقول لك لا والنبي عشان خاطر هو بيعند معاك، هو شايف ان مصلحه الفرقه انك هتنزل هتقعد، لان هو اللي شايف في الاخر وبيسوق، وطبعا التوفيق من عند ربنا في الاخر. مع احترامي مش كل المدربين بيكونوا صح في اوقات كتيره. ليه انا دي كابتن حسن شحاته انا شايله ومعبيه خليني ليه؟ لا معاملات اتفضلي يا فندم. يعني هو في ناس بيحبوا ويكرهوا، انا دي اتفق معاكي فيها الحمد لله. خلاص كفايه كده ما تخلينيش اقول حاجه. لا احنا عايزين نكمل. في ناس بيكون عندهم حد كويس بس مش عارف يستفاد يعني انا مثلا عندي هايدي كويسه احمد كويس بس الاثنين بيلعبوا مثلا في نص الملعب، طب ما تحاول تستفاد باحمد في مكان تاني، وينج مثلا، سترايكر، سنتر باك، اي حاجه طالما انت شايف ان هو لعيب كواليتي كويسه فبتقعده بره ليه؟ طب ما تستفاد فيه في الملعب باي حاجه عشان ممكن يكون النهارده عنده العش، يعني انا هلبس عبايه المدرب خلاص وهقول لك انا النهارده شايف ان حضرتك هو ده مركزك ودي امكانياتك، فانا النهارده ليه اخدك وينج؟ لان مثلا انت النهارده بتلعبي 8 معلش خليني اكمل معاكي بقى الاخر طالما انت فتحتي معايا الموضوع تكنيكال نتكلم تكنيكال. حضرتك النهارده مركز 8 انت مش مطلوب منك تبقي سريعه قوي، لكن مطلوب منك انك تبقي بول كارير كويس صح كده؟ او الكرييتور صح كده؟ في علم الكوره زي ما بتسموها يعني، لانك ما تلعبي 8 او 10 فانت يا بول كارير يا كرييتور صح كده؟ فانت مش مطلوب منك السرعه، بالعكس انت مطلوب منك الفيجن، عشان النهارده وانت بتستلمي ومين فاضي، وعشان وانت بتستلمي معاكي القرار انت عارفه تحطي مين على طول، او هتاخدي القرار انك هتمشي وترقصي او هتشوطي صح كده؟ لكن النهارده انا عشان العبك وينج انا مطلوب منك تبقي سريعه، مطلوب منك انك تفتحي لو انا بلعب على الوينجات صح كده؟ المفروض ان النهارده يبقى الاوفرلاب مع الباك صح؟ او بخلي الاسترايكر يبدا يخش عشان اخش انا واقطم عشان ابدا اشوط او ابدا احط في الناحيه الثانيه، فدي محتاجه سرعه، انت ممكن ما يكونش عندك السرعه حريف تمام ابو تريكه في نفسك، لكن انا النهارده ابو تريكه هينفع العب وينج طول الوقت، هو يروح انا اوديه ماشي في وقت من الاوقات يروح يزق كان مع بركات او يزق مع زيدان انا موافق،
لكن هل طول الوقت انزل من اول التشكيله بركات محمد ابو تريكه وينجر ليفت او وينجر رايت؟ لا انا لا بتكلم طبعا. على ان في ناس عندها اللي يسمح، عندها امكانيات تسمح، يعني سريع. هو سريع، وجهات نظر، كورته كويسه، هي وجهات فاهمني؟ نظر، هي ما هي بتبقى في الاول وفي وجهات الاخر نظر. وجهات نظر. اصل هو انا شايف بالعكس، يعني انا ممكن شايف ان انا عايز استغلك ما هو أنا وانت سريعه، ان انا اخليك لما تاخدي الكوره عشان تبقى الكارير كويس، انا مش الكوره مش هتفيد من تحت رجلك، فانا اكسب بيك 10 متر قدام ويكون حد فاضي من الوينجات، او تبداي تحطي له، او الوينج او السترايكر يكون فاضي، او انت عرفتي ترقصي فبقى اتفتحت قدامك مساحه شوط، فده طبيعي. ايوه انا فاهم، بس انا دي برضو ممكن تتحط تحت بند حب وكره، لان اللي هو لا لو في لعيب معلش. انا بحبه فانا عايزه العبه في اي حته، حتى لو مش هيأدي 100% في المكان في ناس ده. يا كده جماعه على فكرة. يعني والله بتحصل. نسبته كام في المية يا جماعه؟ لا كتير، نسبته كام في يعني المية؟ بصراحه كتير، بصراحه انا شفت كتير شفت كتير وقليل. والله العظيم، شايله ومعبيه. انا هفضل اقول لا لكم حول كده ولا قوة إلا طول بالله. الحلقه لغايه ما تقولي قولي اللي لا جوه. حول ولا قوة إلا بالله. لا مش هقول لك. قولي ولا بلاش. احنا عايزينك تكملي لعب بالظبط. بس لما تعتزلي ان شاء الله يبقى نجيبك هنا بعد أول الاعتزال. حلقة. بعد الاعتزال ان شاء الله اوعدك اول حلقه قبل طلع ماتش كل اعتزالك سيزون 5. هجيبك هنا تطلعي كل القديم والجديد علينا عادي جدا، خلاص عشان حتى لما نطلع ترند وقتها. يبقى عندكم كل الاخبار. فاكرين من 10 سنين اتكلمنا في ايه؟ اصلا كان ليه قرايب مهمين. طيب تعرفي تطبخي يا هايدي؟ جينا بقى للاسئله اللي ما لازم، ده سؤال لازم يتسال. طب ما تردش ليه؟ قال كابتن هايدي. هو انا سالت كده ما سالتش كده. عايز بصراحه ايوه كلابي. مكرونه بشاميل بقى، قصدي مكرونه عادي وبانيه، صح؟ بس تنح لك مكرونه بانيه، انا اسف معلش، صح معلش، دي من المحرمات، البشاميل دي محرمات واضح، يبقى ربنا كرم. دي اسلحه دمار شامل. البانيه برضو ده يبقى ربنا ستريبس كرم. بقى، حاجات مجمدات. ده انت هتبقى امك داعيه لك، هتلاقي مامتها هي اللي عاملاها لها هو وجايبها لك. احنا بنروح احنا اتنين ناكل عند مامته وبابا. انا اللي بطبخ، انا اللي بطبخ. لسه امبارح ما شاء الله. تعرف ان ليا واحد صاحبي، الله اكبر. تعرف ان ليا واحد صاحبي كده بس هو بيحب الطبخ. هو ما هو انا صاحبي عايش الطبخ، فهو مش فارق معاه انه ما تعرفش تطبخ. هو لما أنا نفس اغترب الكلام. يعني اتغرب قصدي، عرف بقى اعتمد على نفسه، فبقى هو بيحب الطبخ يعني عامه، بقى يدور بقى. والله برافو عليك. والله. انا في شغلي والله لما انا برافو كنت عليك. بغترب، انا ليه ممكن اجيب نفسي كوبايه ميه، لا انا فكانت دي مثلا مأساة عادي جدا، يعني ممكن اقعد ساعتين انا عايز كوبايه ميه، ما حدش جاب لي ميه، خلاص مش هشرب. والله اقسم بالله هموت من العطش. لغايه ما حد جاب لي ميه. اقسم بالله زي بقول لك كده، انا عايز ميه ماشي حاضر، لو سابوني ساعتين ثلاثه عادي مش هشرب. انا عشان بحب الاكل فليا طقوس بس معينه احنا في بقالنا الاكل. 6 شهور عملت مرتين حاجات حلوه تقريبا. هو ولا انت اللي عملتي؟ انا عملته عملتي وقال لي مرتين، حلو. طب ما قال لي ما حلو. كرمتهاش ليه؟ في 6 شهور انت المفروض تكرمها. قال لي حلو عملت. يعني المفروض تروح اعمل بوديوم كده في البيت، تطلع مثلا مرتبتين مخدتين والله اي حاجه، ماما وتروح مطلعها بتتفاجئ. ولبسها الميداليه وتصور فيديو وبتاع وحركات كده. والله ماما جايه بتتفاجئ. جايه نفسك ليه؟ ماما بتتفاجئ مرتين؟ لما صور لها ان انا عملت حاجه. جايه نفسك مرتين؟ ممكن 3 يعني، او تلاتة؟ او عملت له بان كيك من كام يوم. طب والله الحمد لله. بان كيك يا عم، الحمد لله. بان كيك، الحمد لله. استراوش الجنزبيل، احمدك يا رب. ها؟ صراحه لا. طيب سؤال فني، ها. انت بتتعاملوا ازاي في البيت وانت في نادي وهي في نادي؟ اصل ده شيء مهم. هقول لك انا اتفضلي انا قولي. بص ساكته، اقسم بالله ما بيقول لي اي حاجه. طب وانت عايزاه لما يقول لك كنا- ليه؟ هقول ما هو انا يعني ما اعرفش بتضايق ليه. بص ازاي يقول لك؟ يعني هيقول لك الفرقه بتلعب ازاي؟ بصراحه لا، انا لما باجي اتكلم معاه بكلمه على اساس ان هو جوزي، فاهم؟ متضايقه النهارده مش عارف ما لعبتش النهارده، لعبت مش عارف ايه، او اقول له ان انا لعبت حلو او عملنا ايه. طبعا انا برد عليك كمدير فني دلوقتي، لا. مش مشكله نستحمل لا، عادي. بصراحه بيعمل كده. ايوه طب ما لازم اقول لك كده، وانت عايز اقول لك ايه؟ هو بقى قلبي معاكي يا لو حبيبتي. اخبار الفريق عنده، او حتى لما كنا شغالين مع بعض في فود جينكس، هو بقى يكون عارف ان في ميتنج، يكون عارف ان في حاجه هتحصل، يكون انا اروح اتفاجئ اقول له انت كنت عارف؟ يقول لي والله العظيم 3 اقسم بالله والله؟ برافو عليك. شكراً. لا ده فيلم ليه والله؟ ده بتعرض فيلم ليه؟ للاضطهاد. لا والله ده فيلم ليه؟ احنا قلنا من الاول احنا بصراحة. بندعم الكره النسائيه بصراحة يعني. عشان بس ما تتلككيش ليه. معلش والاخبار الفريق عنده مودرن، انا باجي اقول له احمد صحيح هو انتوا عندكم حصل كذا وكذا؟ يقول لي انتوا اللعيبه دي مش عارف حصل كذا، صح ده حصل. وهو مثلا الحوار ده حصل معاه بقاله يومين هي 3. عرفت من السوشيال ميديا عادي يعني. من السوشيال ميديا او من صحاب. طب ده شيء يحترم عليه على لا فكرة. اوضه وصاله، اوضه بس مش لا ما هو مش عشان انت مراته يقول لا معلش، يعني ده في كده كونفليكت انترست يا جماعه. لا كده في كونفليكت انترست. الحقوني. لا دي الحقوكي ايه؟ الحقوني انا. يلحقوني انا يا جماعه، انا اللي عايز حد يلحقني. خليه هو يجاوب عشان عصبي. اتفضل جاوب انت احسن، عشان هي واضح ان هي ايه
متجننه. ليه المفروض ان انا اقول يعني دي حاجه خاصه بيا او خاصه اي انا بقى بشغلي او الموضوع بفريقي. هو ما اعرفش، انا بيضايقني عشان احنا متجوزين. انت عشان بتبصي ان انت ست فلازم فإحنا- جوزك يحكي يحكي لك صح كده؟ بالظبط. لا يا ما ماما ينفعش يحكي لي ده عشان المدير، أنا- ده مدير ما هو ده راجل بالظبط. بيدرب. ما هو دي المشكله. هو لا انت عارف لو ده بيلعب الحوار. زيك، عارف لو بيلعب زيك هيجي يحكي ممكن لي يحكي عادي. عادي. لا انا النهارده مش عارف مين، انا بتمرن بعمل معاه تاكلينج مش عارف عمل معايا ايه، وانا مره مش عارف عملت مع مين. انما ازاي مثلاً هيقول لك ده والله بيلعبوا بخطة. الكابتن قرر يغير الخطه بدل ما هنلعب 4-3-3 هنلعب 4-2-3-1. يا ازاي يقول لك كده؟ الصراحه ما دي بقى الحته. قولي لي هيقول لك ازاي كده؟ ما قلت خلاص. وانت المفروض ما تقوليش. ما تزعليش بقى. انا ما بزعلش يا فندم، انا لا هي بتحكي اللي يخصها هي يعني هي آه. سواء ادائها طب لعبت خلاص، ما طب لعبتش إزاي هو لا يبقى يعني ما باجيش اقول برضو الخطه يا عم والحاجات بقول دي. لها وانا بتكلم مع المدرب ما طلبت منه اطلع عشان اشرب كوبايه ميه، قال لي لا. ماشي. خلاص بقول لها كده. حاضر. ده هي ضميري. هو المدرب يعني المدير الفني بتاعي كابتن مروه الحواط هي مدربتها من وهي عيله صغيره اصلا. والله أصلاً. العظيم. طب يرضيكي لا، سر بصراحة ما امك يرضينيش. يطلع ما بره؟ يرضينيش بصراحه. يرضيكي هي سر انا مامي لو كده؟ قابلتها هي ممكن تروح علي بصي هي بتعمل تقول ايه. لك لكن هو ما يقولش. ايوه بتشتكي والله. منه كتير. والله هتعملوا ايه لما هتقابلوا بعض؟ شغل الشغل ممكن مفيش هزار. ما يعني ننزل مش هننزل مع بعض. يعني مش هتنزلوا مع بعض؟ انا هنزل، لا انا هنزل في ميعاد والله. التجمع بتاعي على حسب بقى الميعاد ايه. مش هتروح تقول لهم طب افرض لقيتها بتلعب بقى كويس وبتاع، مش هتروح تقول لهم بقى تاكلينج على هايدي مسكيها رقم بقى. 8 مش هتقول هايدي رقم 8 تاكلينج على رقم 8 يا جماعه. رقم 15. احنا ان شاء الله ها؟ نكسبهم مش هنحتاج يعني ان شاء انت الله. بتلبسي 15 ها؟ اه انت شفت قال ايه دلوقتي؟ قال لك ايه؟ ان شاء الله نكسبهم مش محتاجين يعني. ان شاء الله هتروح مع استاذ محمد. يا فندم احنا عندنا يا فندم خدمه فندقيه هنا 5 نجوم بنرعى الحالات اللي زي الرجال، دي. لان انت طبعا واضح انك مضطهد جوه عالم الكره النسائيه. بس ماشي اوكي. ده خلاني العب فانتازي عشان والله. طب والله بدأت لما اسالك أكتب. بقول له بقى بنقول فين؟ ما لسه كنا بنعمل وايلد كارد من يومين. هنعمل ايه؟ لسه هنعمل وايلد كارد من يومين. رايكم ايه في صلاح؟ اخر السؤال بقى لازم اساله كابتنة لكم. صلاح. لا انا مش قصدي انتوا يعني انتوا النهارده لو انتوا الايجنت بتاع محمد صلاح تقولوا له يكمل ولا يقف؟ كمل. يعني يكمل في انجلترا ولا كده كفايه لو جاله عرض بقى المليار زي ما بيقولوا في السعوديه؟ يكمل. لا يكمل بصراحه. لعيبه برضه آه. بتلعب تلعب شايفين يكمل. يا جماعه الفرق برضه لا، يكمل. عندهم سنه احتراف والله يجيب والله العظيم ده هيجوا منهم والله كنا يجيب عندك ليفربول يا كابتن محمد. انا عايز اقول لكم الوقت انتهى والله للأسف. لا انا مش عايزه للاسف والله احنا نقفل ونكمل مش عايزه اروح. بس معلش يا جماعه احنا هنمضيهم معانا خلاص آه. معلش مع احترامنا لنادي فيوتشر ومع احترامنا لنادي بيراميدز خلاص احنا قررنا نضمهم نادي استوديو اكس ان شاء الله هيتصوروا معانا ان شاء الله بتشتات النهارده وبنعلن اولى صفقات استوديو اكس ان شاء الله كابتن هايدي جابر انها هتلعب ان شاء الله رقم 8 وهنديها رقم 15 اللي بتحبه تيمونا بكابتن ناجي جده عايز تهده هات له جده صح كده صح كده. بس كابتن احمد كنت بتلبس رقم كام 8 هنديله رقم 8 لعب في ناس عظيمه ده حسني عبد ربه حمدي فتحي مروان عطيه لا مروان عطيه رقم 19 محمد بركات طبعا اساتذتنا كلهم انا بجد اتشرفت بيكم والله العظيم كده انا انا انبسطت كنت عارفه بالحلقه ان دي انا هنبسط بس مش للدرجه اقسم بالله العظيم بس انا اول مره اتكلم في حاجه بعيده عن الكوره يعني بعيد عن الرياضه عامه يعني اول مره اخش مع حد بيرسونال قوي كده فالموضوع بالنسبه لي يعني في باشن لطيف كده بجد يعني اتمنى ما كنتش يعني غلست عليكم في حاجه لا خالص. بجد والله العظيم انا انبسطت بيكم جدا موضوع الطبخ ده لازم اتعلم عشان ده لازم عشان ما تتفتحيش بعد كده شكرا. انا يعني طبعا احنا يعني اتشرفنا بوجود الكابتن احمد والكابتن هايدي خلاص واحنا قلنا اسم احمد الاول عشان السن بس والله مش اكتر يعني مش حاجه يعني بس مفيش حاجه يعني لكن هايدي على راسنا من فوق يعني احنا بندعم الكره النسائيه والله مفيش اي مشكله وبندعم حقوق المراه شكرا. اي حاجه عشان بس ايه ما تجيناش حد من حقوق المراه بس يضطهدنا ولا حاجه ويزعل مننا لا الناس دي زي الفل. ده على راسنا من فوق يعني خلاص واحنا بنقدم لكم كده حاجه صغيره كده يعني ايه كومبليمون صغير مننا ليكم يعني انا بحب الهدايا قوي. دلع شوف بقى ليديز فيرست معلش لا اكيد معلش ليديز فيرست وريني بس كده بحب الحاجات دي. خلاص وانت برضه شكرا. دي حاجه كده مننا يعني ممكن بص أفتح هناك. اتفضلي يا بحب فندم قوي الحاجات دي. فشاشي فشاش على طول فيس عادي ان شاء الله الساده المشاهدين هيشوفوا ان شاء الله ويشموا معانا ان شاء الله ان شاء ايه الله ده والله حلو قوي. اختم بقى بعد اذنكم اتفضل. طب انا اكمل انا مع الحاجه واختموا انتوا بقى. اوكي ماشي. طبعا كان معايا النهارده ومشرفني ومنورني كابتن احمد وكابتن هايدي كابتن احمد مدرب في نادي فيوتشر وكابتن هايدي لاعبه نادي بيراميدز بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله احضر معاهم الماتش باذن الله عشان نشوف بقى الكسبان نقول له الف مبروك خاصه نقول له هارد لك يعني طبعا مستنيكم تتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا بتاعتنا على كل البلاتفورمز فيسبوك انستجرام تيك توك استوديو اكس بودكاست وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس سبسكرايب حقي على اليوتيوب دمتم في امان الله سلام